جوه العمليه او جوه المعمل او جوه المركز بتاع الحقن المجهري، في اجور للمعمل، وفي اجور للتشغيل، وفي اجور للحضانات المستخدمه، وفي اجور للميديا، وفي ابره السحب، وفي قسطره النقل، واحيانا بنحتاج اكتر من ابره سحب، واحيانا بنحتاج اكتر من قسطره نقل. مش كل الحالات بينفع نسحبها بسهوله، في حالات لها تكنيكس معينه في السحب ممكن ما تحتاجهاش كل الحالات، تحتاجها حالات معينه. فالبيز بتاع الحقن المجهري للاسف مهما اختلفنا في التسعير لازم بيكون عالي جدا، لان كل الحاجات اللي انا بقولها دي حاجات مستورده وبيتم استيرادها من خارج مصر، ونامل ان احنا قريب ينفع ننتج الحاجات دي، لان احنا للاسف كلها بالكامل مستورده من خارج مصر وخاضعه للتغيرات بتاعه الدولار والتغيرات الاقتصاديه وما الى ذلك. خطوه كمان من ضمن الخطوات اللي هي دكتور الذكوره ومعمل الذكوره. دكتور الذكوره ومعمل الذكوره ممكن ياخدوا عينه واحده يشتغلوا بيها، وممكن ياخدوا اكثر من عينه، وممكن يعملوا فتح للخصيه، وممكن يعملوا سحب بالابره، وممكن يجهزوا المريض، وممكن يسحبوا ويضطروا يسحبوا تاني. فالتكلفه للاسف ما بتبقاش ثابته ولا محدوده، ولا يعني لازم تكون متغيره من حاله لحاله. وبرضو للاسف زي ما قلت حتى البيز وحتى اقل الحالات اللي خدت اقل علاج واقل مستهلكات واقل مجهود في المعمل واقل تعامل مع الاستاف والزملاء، فدي برضو بتبقى غاليه علشان خاطر مساله الاستيراد اللي اتكلمنا عليها.